صباحكم أحلى صباح. يوم الخامس بالفيقة الصباح الساعة 5 راح نبطل نسميها الفيقة الساعة 5. يعني عقلنا ما أنه مثل كبسة الزر، ما أنه آلة متعود على شيء معين ما فيه يغيره بسهولة. هلا أوكي أنا معين منبه مثلا على 5:15 اليوم كنت معين منبه، بس شو اللي مفاعل بالموضوع إنه طفيت المنبه رجعت غفيت من دون ما أحس. بس اللي مفاعل بالموضوع هو إنه أنا رجعت فقت لحالي 5:45 من دون منبه من دون شيء. عرفتوا شو؟ فهذا شيء منيح، هذا شيء كويس. الشغلة الثانية مهمة إنه هذا يعني عقلنا لفترات طويلة كان متعود إنه بهالساعة يكون صار له 3 ساعات أو 4 ساعات نايم بس. تمام؟ يعني هذا ننام الساعة 12 1 هيك شيء 1:30، فبكون صار له 4 ساعات نايم بالحياة الطبيعية. التركيز بهذا الوقت هو أفضل وقت للتركيز، وأفضل وقت لحتى تتعلم فيه شيء، وأفضل وقت لحتى تكون ذهنك صافي أكثر من سواء. أول شيء نعتبر مخنا مثل محرك السيارة، متى ما قلع أو 10 دقائق 1 ساعة بيكون أداؤه كتير ممتاز. بس أكيد بعد 12 ساعة شغل المحرك، والمحرك أساسا مو 12، بعد 4 ساعات 5 ساعات شغل لازم تريحه. أي عادة نحن البشر نفس الشيء، واحد منا يكون رايح على شغله. طبعا هلا أنا بلبس رايح على شغله، واحد منا يكون رايح على شغله وجاي أوردرات، جاي طلبات ضاببة ومدري شو. أنا بحكي عن نفسي هنا على الشغل، جايك أوردرات وضاببة ومرتبة وأسماء وإكسل شيت وشيل وحط واضرب واطرح ومدري شو، وفلان حكى والكلاينت الفلاني حكى فالمخ بيكون فيه ازدحام. يعني بترجع على البيت صدقا بتحس حالك انه بس بدك تمسك التليفون وتقلب فيه هيك، لانه هي عادتنا. كنا متعودين انه بده يرتاح المخ، والمغريات هلا كتير على الانترنت بشكل عام. يعني ممكن تضيع يوم عطلتك كامل بس عم تقلب على التليفون، ويخلص النهار وما تحس انك كنت بعطلة. طلع هيك انه خلص النهار بسبب هاي الشاشة الصغيرة. فالصبح بالتوقيت هذا بيكون الموضوع كتير حماسي. يعني يكون مخك لسه صافي، أول ما بلش يشتغل عبين ما تسوي فنجان قهوة تبعك هيك تيجي تستريح وتفتح اللابتوب وتفكر. بيكون مخك عم يفكر بشغلة واحدة بس، ما يفكر برسائل اجيتك من أهلك، ما يفكر صديقك اللي صار زمان حكيت معه، ما يفكر بمديرك اللي ممكن يكون اتصرف معك تصرف سيء، ما يفكر بالشغل المتأخر عندك اليوم اللي ما قدرت تخلصه وبدك تضطر تسويه بكرة. لا، ما يفكر بشيء. فهي واحدة من الشغلات المهمة الموضوع الساعة 5 الصبح. ليش عم بحكي هذا الحكي؟ لأنه الناس اللي حوالي هون أغلبية الناس يقولوا لي إنه هالشيء عم تعمله الصبح طب اعمله بعد ما ترجع من شغلك المساء. سهار عليه مثلا صعب، لأني جربت. أنا إنسان ما بحب أحكي شغلة من بنات أفكاري، بحب أحكي شغلة عن تجربة. جرب موضوع معين مشي حاله أوكي، ما مشي حاله لازم غير. قمة الغباء أنك تكرر الموضوع مرة 2 و3 وتنطر نتائج أخرى. تكرر الخطوات تبع هدف معين بس الوسائل لازم نغيرها. الوسائل شو هي؟ كيف عم تعلم؟ متى عم تعلم؟ وين عم تعلم؟ مع مين عم تعلم؟ أو كيف عم طبق؟ الوسائل عم تستخدم لحتى تطبق، أو يعني كم بشغل أو هيك. بس هاي صارت 5 دقائق. سعد أيامكم يا رب، ولسه رحلتنا طويلة طبعا. فكيت امبارح الحمد لله، نشكر الله. الأمور منيحة بس ورماني شوي بسبب الجبصين وهيك، فالحمد لله رب العالمين. رحلتنا لسه طويلة مع بعض. إن شاء الله بتشوفوني عم سجل لكم فيديو 365 يوم من الفيقة الساعة 5 الصباح إن شاء الله يا رب. الله يسعدكم.